هل كنتِ تعتقدين إنِك ممكن تعملي مسقعة لذيذة من غير ما تشرب ولا نقطة زيت؟ النهاردة هقولك على الطريقة الخفيفة اللي هتخلي طعمها أحلى وهضمها أسهل. أول حاجة هننقع البتنجان في مية وملح لمدة نص ساعة علشان نخرج المية الزيادة وما يشربش زيت كتير. بعد كده ننشفه كويس جدا بمنديل مطبخ. دلوقتي بدل القلي في الزيت هنحمره في القلاية الهوائية أو في طاسة سخنة جدا من غير نقطة زيت. هتاخدي نفس اللون الذهبي المقرمش لكن من غير دهون. في طاسة صغيرة شوحي بصلة في نقطة زيت بسيطة جدا، ضيفي الثوم والطماطم والتوابل اللي بتحبيها، كمون، فلفل، بابريكا وملح حسب الذوق. دلوقتي رصي طبقات البتنجان والفلفل ووزعي عليهم الصوص وبعدها دخليها الفرن 20 دقيقة على درجة 180. قدميها سخنة ورشي عليها نقطة خل خفيفة قبل التقديم، دي حركة ناس كتير ما تعرفهاش. الخل بيفك الدهون الزائدة ويخلي الطعم خفيف، ودوقي طعمها حلو وخفيف مش هتصدقي إنها من غير زيت. جربي الطريقة دي وهتحبيها من أول مرة، وصلي على النبي وما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل وصفات كنوز الطبيعة.